انا تزاديت في اغرب بلاصه ممكن تجي في بالك. حتى الطفوله ديالي ما كانتش عاديه، حتى وصلت لمرحله ولا الجن كيخدم فيها تحت يدي. والسبب في هادشي كامل هو الاب ديالي. قصتي فيها بزاف ديال الاحداث اللي ممكن اول مره تسمعها في حياتك. جلس في شي بلاصه تكون كالم، دير شي كيت في ودنك، وعلى بركه الله نبداو القصه. السلام عليكم، انا سميتي عبد الله. قصتي بدات ملي كنت مازال صغير، بالضبط ملي كان عمري 6 سنين. كنتفكر كل حاجه وقعت معايا في ديك الفتره، لان انا متاكد بلي حتى واحد ما عاش بحال الاحداث اللي وقعت معايا وانا مازال صغير. عائلتي كانت غريبه، ما كان عندنا حتى واحد من العائله ولا شي واحد قريب منا، يعني مقطوعين من الشجره. هادشي اللي كنت عارف، كنت غير انا والوالده والوالد واختي الصغيره. عشت واحد الطفوله ما كانتش بحال اي دري في العمر ديالي. عمرني ما مشيت للمدرسه، غير الوالده اللي كانت بعض المرات كتعلمني كيفاش نقرا ونكتب، لان كنا عايشين في واحد البلاصه بعيده عن المدينه، وحتى البلاصه اللي كنا عايشين فيها كانت بحال الحبس بالنسبه ليا. وهادشي كامل بسبب الاب ديالي اللي كان معروف بحفار القبور. هادي الحاجه اللي كان معروف بها اكثر من السميه ديالو، حيت كان كيدفن الموتى وكيعس على المقبره. وفي وسط ديك المقبره كنا ساكنين. كاين اللي غادي يستغرب من هادشي ويجي غريب، ولكن ماشي حنا الاولين ولا الاخرين اللي عايشين وسط مقبره. كاينين بزاف ديال الناس في نفس الحاله ديالنا. تخيل معايا دري صغير كبر وتربى وسط مقبره. كانت غريبه بالنسبه ليا وما كنتش قادر نتاقلم مع الوضع. واخا الوالده كانت كتقول لي هادشي اللي كيدير باك راه خدمه شريفه وعندها اجر كبير عند الله. الدراري اللي في العمر ديالي كانوا كيفيقوا من النعاس بشكل طبيعي وفي جو زوين، الا انا كنت كنفيق على خواتو وبكا ديال العائلات الموتى. المقبره اللي كنا ساكنين فيها كانت كبيره بزاف، وكان فيها واحد النوع ديال المقابر بحال الشكل ديال البيوت، كتكون مخصصه لبعض العائلات اللي تيكونوا معروفين ولا ميسورين، باش على حسب انهم يدفنوا كعائله في بلاصه واحده. كيف قلت لكم ما كناش الوحيدين اللي ساكنين في المقبره. كان واحد الراجل كبير شويه في العمر سميتو مصطفى، وهو صاحب الوالد. كان عايش غير هو ومراته، ما عنده لا ولاد ولا عائله. قبل ما نتعمقوا في القصه اكثر، خصني نعاود لكم اكثر على الدار اللي كنا ساكنين فيها. كانت صغيره بزاف ومهمشه. بيت كنعس فيه انا والوالده واختي الصغيره، والبيت الثاني كان كيتعاس فيه الوالد، وممنوع على اي واحد يدخل عنده لذاك البيت نهائيا من غير الوالده الا كانت خاصها شي حاجه للضروره. كان داك البيت الوالد نديرو بحال شي خلوه. ملي كنت صغير وانا كنشوف داك البيت مسدود، حتى الوالده ما كتقربش ليه، ولكن كان عندي واحد الفضول كبير باش نعرف شنو كاين في داك البيت وشنو السبب اللي مخلينا ما ندخلوش ليه. ولكن ملي كبرت عرفت السر اللي ورا داك البيت، والسبب اللي مخلي الوالد مانعنا اننا ندخلوا ليه ولا ندورو به. المهم ملي بديت كنكبر، الوالد بدا كيديني نخدم معاه. كان كيقول لي بغيتك ملي تكبر تكمل في هادشي اللي كندير وتكون بحال باك حفار القبور. واخا ما كانش عاجبني هادشي، ولكن ما كان عندي ما ندير. هذا هو المصير ديالي، طفولتي كامله وسط القبور. طبيعي غادي نكمل حتى انا في هاد الخدمه، لان الوالد كان صعيب وما نقدرش نطيح بكلامه. هادشي غادي نعرفو في واحد النهار. كنت مريض بزاف، جا باش يفيقني نمشي معاه، فقلت ليه الوالد راني مريض بزاف وما غاديش نقدر نمشي معاك. ولكن كون غير ما قلتش ليه، لان ما غاديش يحن فيا. بقى كيضربني، وداك النهار عمري ما نسيتو في حياتي. فعرفت باللي عبد الله ما عندوش شي حل اخر من غير انه يولي حفار القبور. تبع حرفة بوك لا غير بوك. المهم واخا كنت مريض نطت بزز مني ومشيت معاه. ديك الوقت كان طيح الظلام تقريبا نص ديال الليل، والجو كان بارد بزاف. بقينا غاديين واحد المسافه حتى دخلنا لواحد البلاصه. قال لي غادي يحفر في هاد البلاصه، وملي تكمل غتلقاني في الدار. فهاد اللحظه حسيت بالقسوه ديال الوالد اللي في عز المرض ديالي وسط البرد والظلمه وحتى شي حاجه حدايا ما كتبان. جابني هنا وخلاني ندير هاد الخدمه بوحدي. تخيلوا معايا وانا كنحفر حتى بديت كنسمع شي اصوات ديال شي خطاوي جايين من ورايا. في ديك اللحظه سمعت شي واحد جا حدا ودني وقال لي حفار القبور. ملي درت انا كانت صدمه، ما لقيت حتى واحد، ولكن صوت الخطاوي ما وقفش وغير ما زاد على. انا بديت كنخاف، فهزيت الماتريال اللي كنت كنحفر به ونمشي في حالي من تما. فهاد اللحظه سمعت صوت ديال شي
مرا كتغوش بالجهد. بقيت غادي في اتجاه داك الصوت، وكل ما كنتمشى كنسمع داك الصوت غير ما كيزيد يعلى. وملي قربت للاتجاه اللي جاي منه داك الصوت وصلت لواحد البيت ديال واحد المقبره ديال واحد العائله. والغريب ان صوت المراه جاي من وسط ديك المقبره. حليت الباب ودخلت، وداكشي كان مرتب بزاف، ماشي كيف القبوره اللي على برا. انا شفت قبر ديال واحد المراه. ملي قربت منه سمعت صوت ديال المراه كتغوت بالجهد، وهنا عرفت باللي الصوت اللي سمعت قبل جاي من هاد القبر اللي قدامي. جاتني واحد الفكره باش نحط راسي في الارض ونسمعها. ممكن تكون شي حاجه غريبه واقعه في هاد القبر، ولكن هنا غادي نحس بواحد اليد شداتني بالجهد من عنقي وجراتني. وملي درت لقيت اللي ورايا كان الوالد. قبل ما نبدا نشرح ليه ضربني وقال لي شنو جابك هنا؟ خليتك كتحفر في دوك القبوره؟ انت دابا ما احترمتيش حرمه الميت والناس اللي مأمنين عليه. ما عرفت شنو نقول لهم، لان بصراحه كنت خايف منه وخايف نقول ليه باللي سمعت صوت ديال المراه جاي من هاد القبر اللي حدايا، وتكون ردة الفعل ديالو كتر من الضربه اللي عطاني. لان كيف قلت لكم الوالد كان صعيب بزاف ما كيتفاهمش، فقال لي رجع وكمل خدمتك وراه سير للدار. ولكن الغريب من بعد ما خرجني من ديك المقبره سد عليه الباب وبقى راسو لداخل وما خرجش نهائيا. فاستغربت شنو اللي خلاه لداخل وشنو بقى كيدير تما. المهم رجعت وكملت خدمتي، ومن بعد رجعت للدار، ومن العيا ما حسيتش براسي حتى نعست. من بعد ما طلع الصباح فقت على صوت دقان في الباب، واللي ما كانش عادي، كان بواحد الطريقه بحال شي واحد جاي يوصلنا شي خبر ولا شي صدمه ولا شي حاجه بحال هكا. ملي حليت لقيت صاحب الوالد مصطفى. قال لي فين هو باك؟ قلت لي البارح خليته في واحد المقبره ولدابا باقي ما رجعش. قال لي المهم ملي ما كاينش باك انت اللي غتمشي معايا اليوم ندفنوا واحد الميت. كيفاش غندفن معك؟ انا اول تجربه ليا باش نحفر غير قبر كانت البارح بالليل مع الوالد، وفي خاطري كنقول داكشي اللي وقع راه كان غريب، واليوم غادي نمس ميت بيدي وندفنو. كانت بالنسبه ليا صعيبه شويه. من بعد ما كملنا وحنا راجعين سولني صاحب الوالد، قال لي شنو قصه باك اللي بقى في المقبره البارح وما رجعش للدار؟ اخر مره شفت الوالد ملي سد عليه وسط المقبره. انا صاحب الوالد شاف فيا وهو مصدوم. واش متاكد من مقبره العائله الفلانيه؟ قلت لي ولكن انا خايف على الوالد لا تكون وقعت لي شي حاجه، خلينا نمشيو نشوفوه. صاحب الوالد رفض وقال لي ما نقدروش ندخلوا ولدي لديك المقبره. قلت لي علاش؟ شنو السبب؟ قال لي ديك المقبره الوالد ديالك اللي مسؤول عليها وممنوع على شي واحد يدخل لها من غيره، فما دير في بالك والو، لان الاب ديالك غتلقاه غير كيقاد في شي حاجه، حيت العائله صحاب المقبره كيخلصوا باك شهريا وهو اللي مكلف باش يقابلها وكل مره خاصو ينقيها. بصراحه قنعني بداكشي اللي قال لي، ومجرد ما رجعت للدار لقيت الوالده كتسنى فيا وكتسولني على الوالد. قلت لها باللي الوالد راه كان في المقبره ديال ديك العائله، ان الوالده وجهها تبدل وتصدمات، ولكن قالت لي الله يعاونو دابا رجع. داك النهار كامل بقيت غير في الدار كنتسنى في الوالد رجع. طاح الليل وباقي ما رجعش. انا بديت كنحس باللي واقع شي حاجه غريبه. مشيت عند الوالده وحاولت انني نسولها مره اخرى. قالت لي يا ولدي ما دير في بالك والو، باك يمكن عنده شي خدمه كثيره داكشي علاش باقي ما رجعش. المهم بقينا بحال هكاك وكلشي مشى ينعس حتى النص ديال الليل، وانا نسمع صوت باب ديال البيت ديال الوالد كيشحال بشويه. نط من بلاصتي نشوف شكون، وانا نلقى الوالد في واحد الحاله غريبه ماشي طبيعيه، حالته مبهدله وحوايجه كلهم مقطعين، حتى ملامح ديال الوجه مبدلين. انا عارف الخدمه اللي كيدير الوالد صعيبه فيها تماره، ولكن ماشي لهاد الدرجه اللي رجع في هاد الحاله. قلت له الوالد شنو واقع؟ واش تبغي نعاونك؟ انا غادي نشوف فيا بواحد الشوفه كتخلع، وما ردش عليا بحتى كلمه، ودخل وسد عليه الباب. ولكن من بعد بديت كنتعود على هاد الامور حتى وصلت ل 19 عام، وليت انا وحفار القبور في بلاصه الوالد. هادشي اللي كان باغي الوالد من الاول. واحد النهار كنت ناعس بالليل حتى غادي نسمع واحد الصوت قريب مني كيقول لي حفار القبور حفار القبور. انا هنا نط من بلاصتي مخلوع، لان الصوت بصح كان كيخلع، فما لقيت حتى واحد هدايا. تنشوف الوالده واختي الصغيره ناعسين،
زعما واش غير كنتوهم؟ ولكن في هاد اللحظه غادي نسمع الصوت ديال الخطاوي برا الدار. ملي مشيت نشوف شنو واقع لقيت جوج ديال الرجال معهم واحد الدري صغير، وكانت اول مره نشوفهم فيها. حتى الشكل ديالهم كان غريب، شعرهم واللحيه ديالهم تقريبا مغطي عليهم وجههم، وكانوا واقفين حدا باب ديال الدار. ما كنتش عارف شنو باغين، حتى بان لي الباب ديال البيت الوالد كيتحل وانا نرجع لبلاصتي بالزربه. بقيت غير نشوفهم ونقابلهم شنو غادي يوقع. في هاد اللحظه شفت الوالد حل على دوك الرجال ودخلهم عنده. عمر شي واحد فينا اللي حنا ولادو ولا مرتو خلاهم يدخلوا عنده البيت، فشنو اللي غادي يخليه يدخل عنده هادو بالضبط؟ هادشي غريب شويه. المهم بقيت كنتسنى ساعه ساعتين، فطولوا شويه حتى سمعت مره اخرى الباب كيتحل وخرجوا من عنده غير دوك جوج ديال الرجال من غير الدري اللي كان معاهم. هنا بديت كنحس بلي شي حاجه ماشي هي هذيك. فين هو الدري الصغير اللي كان معاهم وعلاش خلاوه مع الوالد؟ بقيت كنتسنى شنو غادي يوقع، لان الامور ولات كتبان لي غريبه، داكشي ما مفهومش. حتى خرج الوالد وهز في يدو كفن واللي كان فيه الدري الصغير. انا خفت بزاف، بقيت مصدوم وما عارف شنو ندير، ولحد الساعه مازال ما فهم والو. من بعد ما خرج الوالد مشيت كنطل من الشرجم وكنشوف شنو غادي يدير، حتى بان لي غادي في طريق المقبره. حليت الباب وتبعته غير بشويه بلا ما يحس بيا. كنت باغي غير نعرف الوالد شنو كيدير، واخا كنت عارف ان الوالد الا مشى حتى شافني ما فيهاش غادي يقتلني. واخا انا ولدو، ولكن الوالد انا عارف ما عندوش الرحمه. المهم بقيت تابعو حتى وصلت للمقبره. حل الباب ودخل المقبره ديال ديك العائله اللي كانوا وقعت ليا فيها دوك الحادثه اللي سبقت وقلت لكم قبل. بقيت مقابلو شنو غادي يدير. انا بدا كيحفر واحد القبر ودفن فيه داك الدري الصغير. انا في هاد اللحظه تصدمت وما بقيت فاهم حتى حاجه. شنو كيدير الوالد؟ حتى الناس اللي كيدفنوا كيكون لازمهم رخصه باش يتعرف بان واحد الشخص تدفن في هاد المقبره، وداك الوقت كان بالليل. الناس اللي كيعطيو الرخصه ما خدامينش في داك الوقت، يعني داكشي اللي كيدير الوالد ماشي طبيعي. حتى داك الدري شفتو بعيني دخل لدارنا برجليه ودابا خارج في كفن. انا غادي نرجع كنجري للدار بلا ما يشوفني الوالد. ملي دخلت لقيت هاد المره البيت ديالو خلاه محلول، فقلت هادي الفرصه باش نعرف شنو عنده في داك البيت اللي دائما سادو علينا. كنت كنتمنى ندخل ليه واحد النهار على قبل الفضول اللي كان فيه. بمجرد ما دخلت شميت واحد الريحه طالعه منه خايبه بزاف. لقيت الدم مرشوش في الارض وداير بيه بزاف ديال الشمع، وشي كتوبه حتى هما طايحين في الارض وخارجين منهم بشي وراقي حتى حاجه ما مفهومه منه. انا قررت باش نعرف ديال شي الكتوبه ولا الصالحين، واخا ما كنتش قاري، ولكن داكشي اللي علمت لي الوالده قدرت نعرف بلي داكشي اللي فيه سحور وطلاسم وشي حوايج غريبه ولكن ما مفهومينش. فهاد اللحظه حسيت بحال شي حاجه كدور بيا في البيت. بصراحه خفت وخرجت بالزربه من تما، مشيت للبلاصتي ونعست. المهم دازت الايام وبقيت كنخدم مع الوالد، ولكن كل مره كنت كنلاحظ شي حاجه غريبه. كل مره كنشوف شي حاجه كيدير الوالد ماشي طبيعيه، والفضول اللي كان عندي غير كيزيد وكبر. في واحد المره وحنا كنحفر واحد القبر كيف متعودين في نص الليل، وخلاني بوحدي مره اخرى ومشى للمقبره ديال ديك العائله. ولكن هاد المره ما بقيتش كنقابلو من الباب، دخلت بلا ما يشوفني وبقيت حاضي. وهنا كانت الصدمه، بان لي هز شي حاجه معقوده وحطها في واحد القبر ورماها فيه. من ورا داك النهار بداو كيجيو عنده بزاف ديال الناس للدار، ولكن ما كانوش كيدخلوا عندنا، كانوا كيدويو معاه برا الدار وكيمشيو معاه وما كيرجعش للدار بعد يومين، بعض المرات اكثر من سيمانه. هادشي كان كيتكرر كل شهر، حتى واحد المكان فينا قادر يسولو فين كنتي ولا شنو كدير. فبقينا على هاد الحال حتى ولا في عمري 21 عام، وهاد السنين كامله دوزتها غير وسط المقبره، كنخرجش لبرا الا اذا كانت شي حاجه ضروريه خاصني نقضيها برا المقبره. فتخيلوا نفسيتي كيفاش كانت دايره. دوزت الطفوله غير مع الميتين، داكشي ما كانش عادي. حتى لواحد النهار الوالد رجع للدار، والغريب انه جلس وتغدى معانا. الوالد جالس معانا عمره ما وقعش. كنا متفاجئين لان ما
ما متعودش انه يجلس ويدوي معانا، ديما في داك البيت غير مخلوي فيه. من ورا دخل وسد عليه الباب وما خرجش منه نهائيا. ومن درجة الخوف اللي كنا كنخافوا منه ما كناش قادرين حتى ندقوا عليه، حيت كنا عارفين شنو غادي يوقع اذا قربنا لبيتو. هداس النهار الاول، النهار الثاني، والوالد ما خرجش من البيت هاد المره. ولكن في النهار الثالث خفتنا عليه بزاف. انا مشيت عند صاحب الوالد، قلت لي راه الوالد دخل لبيتو و3 ايام هادي ما خرجش منه. انا شاف فيا صاحبه بطريقه غريبه، قال لي يلا نمشيو عنده بالزربه. ملي وصلنا بقى كيدق عليه وتعيط على الوالد، ولكن ما كانش كيرد عليه. مصطفى هرس الباب في هاد اللحظه وشفت واحد المنظر عمرني ما غنساه في حياتي. الوالد كان طايح في الارض وداير بيه بزاف ديال الشمع، والجسم ديالو كان مغطي بجميع انواع الحشرات، وطلع منه واحد الريحه خيبه بزاف. انا صاحب الوالد بدا كيقول لي قتلوه باك ولدي. قلت لي شكون اللي قتلوه؟ على من كدوي؟ قال لي الجن اللي قتل باك. هادشي كان غريب عليا، اش غادي نعرف بلي الوالد كان يتعامل بالسحر وعنده علاقه مع كبار الجن كيعاونوه في داكشي، وكان داير خدمه حفار القبور كواجهه باش ما يخليش الناس تشك فيه ويبقاو حاضين داكشي اللي كيدير. ولكن الواقع هو ان الوالد كان سحار كبير في البلاد. من بعد ما مات الوالد ورثت منه الحرفه حفار القبور، ولكن ماشي هادشي بوحدو، وانما حتى السحر. واللي عاوني في هادشي كامل هو مصطفى صاحب الوالد، وليت كنتحكم في بزاف ديال الجن، وهادشي بسبب داكشي اللي وقع للوالد وبسبب كتاب السحر اللي شديته بيدي.